السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في موضوع جديد، وهو انعدام الاسنان. ده عبارة عن مرض وراثي نادر بيسموه بالمصطلح الطبي الانودونشيا. هو عبارة عن اضطراب وراثي نادر بيحصل ان الاسنان ما بتطلعش خالص. وهو على الرغم ان هو بيأثر على اسنان الاطفال، بس هو اكثر شيوعا في الغالب بيكون عند الاسنان الدايمة. هي اللي ما بتطلعش خالص، يعني بعد ما بيطلع الطفل عنده كل اسنانه اللي هي ديسيدوس، الاسنان اللي بتطلع في الاول وتتغير كلها، تبص تلاقي الاسنان الدايمة ما بتطلعش، فتبص تلاقي بقه بقى فاضي. او العكس، ان ممكن مش حكاية العكس، لا، اي طفل بيكون عنده المشكله دي في سنانه البيرمننت، في سنانه اقصد الديسيدوس اللي هي بتطلع في الاول دي، ما بيطلعلوش سنان اصلا. ليه؟ لان هو ما طلعلوش اصلا سنان ديسيدوس، فهتطلع له ازاي سنان بيرمننت؟ بس فده مرض حبيت ان انا اديكم فكره سريعه عنه النهارده. لو عندكم اي افكار لحلقات او اي مواضيع عايزين نتكلم عنها، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.